السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا بنات، عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا دايما بخير وفي اتم صحة واحسن حال. اهلا بيكم في فيديو جديد. وصفتنا النهاردة جميلة جدا ومميزة قوي. هنحضر مع بعض طاجن الكابوريا والجمبري في الفرن. ما شاء الله تبارك الله، حاجة كده من اجمل الطواجن اللي ممكن تجربوها في الاسماك. لو بتشتروها من مطعم هتتكلف طبعا مبلغ وقدره، لكن احنا ان شاء الله هنحضره في البيت بطريقة سهلة جدا وغير مكلفة. ان شاء الله الطريقة هتعجبكم قوي وهتنال رضا حضراتكم. تعالوا بينا على طول نبدأ الفيديو ونشوف المكونات وطريقة التحضير. بس قبل ما نبدأ الفيديو ما ننساش نسمي الله ونصلي على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام، ونحط لايك للفيديو ده. ويلا بينا على طول نبدأ في المكونات. أول حاجة في المكونات معايا كمية من الكابوريا. تقدري طبعا تستخدمي الكمية أو المقدار اللي انت عايزاه. هنقف وقفة بسيطة كده مع الكابوريا. طبعا الكابوريا بيكون منها أنثى الكابوريا وكمان بيكون ذكر الكابوريا. لما تيجي بتشتري الأنثى بيكون فيها بطارخ ولحمة أكتر من الذكر. طبعا بتكون اغلى شويه، ولكن الذكر طبعا بيكون يعني فاضي شويه من جوه، مش بيبقى مليان قوي لحم زيها. هي بتكون اغلى شويه من الذكر، ولكن طبعا طعمها بيكون احلى. طبعا يا بنات، انثى الكابوريا بتكون لونها كده مصفر او محمر، اما الذكر بيكون لونه من بره كده ازرق شويه. في الاول بغسل الكابوريا بتاعتي بنضفها، بشيل الجزء اللي فوق ده وبدعكه كويس وبنزل عليه الميه، علشان طبعا بنزل اي كميه رمل او طينه في المكان ده. وكمان تحت الرجول كده بنبدا ان احنا ندعكها كويس بايدينا، علشان طبعا بيكون فيها رمل برده وحاجات غير مرغوب فيها كده. وبغسلها كويس جدا، بنقعها 10 دقائق في ميه وليمون لحد ما الميه بتاعتها بتبقى نقيه تماما. معايا بعد كده كميه من الجمبري، نص كيلو تقريبا. تقدري تستخدميه جمبري بقشره، ممكن تستخدمي جمبري مقشر، طبعا زي ما تحبي. انا استخدمت هنا نص كيلو من الجمبري المتقشر. طبعا نضفته وشلت سلسله الظهر بتاعته، غسلته اكتر من مره، وكمان نقعته في ميه وليمون لمده 10 دقائق بس. خضار بقى اللي موجود معايا بصلتين مقطعهم جوانح، كمان حبايه من الطماطم مقطعه مكعبات صغيره، ومعايا فلفل اخضر وفلفل رومي الوان، ممكن تستخدمي فلفل اخضر بس، ومعايا كمان جزر مبشوره. البهارات بقى اللي معايا نص معلقه صغيره من كل حاجه: بابريكا، فلفل اسود، كزبره جافه، كمون، وبهارات سمك، ومعايا كمان توم وبصل بودر، ومعايا كمان ورقتين لوري. هنحتاج كمان لمعلقه كبيره من الثوم المهروس. في حله على النار او ووك غويطه هنبتدي نضيف مقدار من الزيت. بعدها على طول الزيت هيسخن، هنبتدي نضيف معلقه الثوم المهروس، وهنبتدي بالتقليب المستمر. واول ما بنشم ريحه الثوم بدات تظهر والثوم كمان بدا ياخد معانا لون فاتح او لون ذهبي فاتح، هنبتدي بعد كده نضيف الجمبري مع الكابوريا. ممكن كمان بدل الخطوه بتاعه اضافه الجمبري والكابوريا تضيفي الاول المكونات التانية اللي هي الخضار، البصل والفلفل والطماطم. ولكن طبعا انا بحب الاول الجمبري يتشوح كده مع الثوم الاول لوحده، علشان طبعا يشربوا من طعم الثوم الاول كده ونكهتهم تكون كويسه. ضفت الجمبري وبدات ان انا اقلب شويه كده مع بعض، يعني تشويحه بسيطه كده. وفي المرحله الثانيه هبتدي اضيف الكابوريا على طول. ممكن زي ما قلت لكم تستخدموا الجمبري يكون بقشره، ممكن كمان يكون متقشر، طبعا زي ما تحبي. بدات اضيف الكابوريا كمان مع الجمبري. طبعا النار عاليه، احنا عايزين بقى الكابوريا مع الجمبري كده يتشوحوا تشويح حلو قوي، والبهارات كمان هتكون معاهم دلوقتي. هنبتدي بقى نقلب، هنمسك الحله كده من التين بتوعها، وهنبدا ان احنا نقلب كده الجمبري والكابوريا من فوق لتحت كده. طبعا الجمبري والكابوريا مش هيتقلبوا معاكي بالمعلقه او بالمغرفه. انسب حاجه لتقليب الكابوريا طبعا انك تمسكي الحله وتبتدي تقلبيها بالطريقه اللي احنا شايفينها دي. ابتدي بعد كده اضيف التوابل اللي معايا، وهنبتدي نقلب بقى البهارات والتوابل مع الجمبري والكابوريا. حابه طبعا ريحه التوابل تظهر دلوقتي مع مرحله التشويح بتاع الجمبري والكابوريا. وزي ما احنا شايفين بنبتدي نقلب برده شويه بشويه. اعرف ازاي بقى ان مرحله التشويح بتاعتي دي خلاص خلصت؟ هنبتدي نشوف الكابوريا كده والجمبري. لما تحسي ان الكابوريا خلاص بقى لونها اورنج كده والجمبري كمان اللي معاكي بقى لونه اورنج، خلاص هي كده مرحله التشويح خلصت. هبتدي بعد كده اضيف الخضار، البصل والفلفل وحبايتين الطماطم، وهنسيبهم برده يتشوحوا. طيب مده التسويه بتاعه الكابوريا والجمبري، يعني مده التسويه كلها سواء في الطاجن او في على البوتاجاز بتاخد تقريبا من ربع ساعه لتلت ساعه بس. اول 5 دقايق بس بنسيب المرحله بتاعه اللي هو تشويح على البوتاجاز دي، وبعد كده هننقلها في الطاجن. هتكمل التسويه بتاعتها في الفرن. ضفت الخضار ومعاهم الجزر، وبدات ان انا اقلب بالشكل اللي احنا شايفينه ده زي ما قلت لكم. من ايد الحله كده بنبدا ان احنا نقلب لحد ما كل المكونات تندمج مع بعضها وتاخد تشويحه واحده من جميع الاتجاهات. في التوقيت ده خلاص الجمبري معايا خلاص كده يعتبر نص تسويه. باقي التسويه بقى هنكملها مع بعض في الطاجن في الفرن. هجيب بقى الكابوريا والجمبري بعد ما دهنت الطاجن بتاعي بمسحه من الزبده كده. طبعا بتخلي طعم المأكولات او اي حاجه في الطاجن بتخليها طعمها حلو. هبتدي انزل بقى بالجمبري والكابوريا في الطاجن. الاثناء دي هكون شغلت الفرن بتاعي يسخن معايا علشان ادخل الطاجن ده فيه. بس الاول طبعا هكون حضرت بقى الطماطم اللي انا هضيفها على الطاجن. معايا كوبايتين من عصير الطماطم. عايزه اقول لكم طماطم بيوري خالص، ما فيش فيها اي ميه خالص، لان انا عايزه الطماطم تكون تقيله معايا علشان تستوي اسرع معايا. كوبايتين من عصير الطماطم متصفيين، هضيف عليهم معلقتين كبار من الزيت،
وهنضيف عليهم كمان نص معلقه من البابريكا، نص معلقه من الكزبره الجافه، ونص معلقه صغيره من الملح. اضافه التوابل دي يا بنات للطماطم بس، علشان طبعا انا متبله الكابوريا والجمبري من البدايه خالص، ولكن اضافه التوابل دي للطماطم بس. وطبعا عايزه اقول لكم ان انا ظبطت الملح بتاع الكابوريا خالص من البدايه. تمام كده. جبت بقى الطماطم وبدات ان انا احطها في فوق الطاجن كده، وهبتدي ان انا اوزع بقى الطماطم كويس على الطاجن كله. في الاثناء دي بقى هبتدي ان انا اغطي الطاجن ده لو ليه غطا، لو ما فيش غطا هنبدا نجيب ورق فويل كده ونبتدي ان احنا نغطيه. هندخله الفرن على الرف الارضي، هيقعد تقريبا 10 دقايق بس، يعني باقي مده التسويه بتاعته. بعد كده هنفتح الشوايه ياخد لون من فوق، بعد كده هنخرجه هيكون بالشكل القمر اللي احنا شايفينه ده. عايزه اقول لكم بجد الريحه وهميه جدا، قلبه ريحه البيت كله. والطعم بقى ما شاء الله اللهم بارك خطير جدا. عايزه اقول لكم بقى معلومه بسيطه جدا، لما تيجوا تسوي الكابوريا والجمبري ما تبالغوش في التسويه بتاعتهم، يعني ما نسيبش الكابوريا على النار كتير، علشان طبعا مده التسويه الاطول ليها هتخليها تفرغ من جوه ومش هيبقى فيها اللحم او اللحم بتاعها هينشف. الجمبري كمان لما بتزود من مده التسويه بتاعته، الجلده بتاعته او القشره بتاعته من بره بتجلد عليه وبتخليه ينشف معانا، مش بيبقى جوسي ولا طري خالص من جوه. فطبعا كل حاجه ليها توقيت وليها مده تسويه مظبوطه، ما نحاولش ان احنا نبالغ فيها او ان احنا نتعداها. تمام كده. هنا بقى طاجن الكابوريا بتاعي والجمبري كان مستوي جدا، وما شاء الله اللهم بارك، الطعم والريحه والشكل بجد ما شاء الله اللهم بارك. جربوه يا بنات وربنا يحسن ما بين ايديكم، والف هنا وعافيه للي يجربه، وتسلم ايديكم وعيونكم مقدما. وبكده الفيديو بتاعنا بيكون خلص، اتمنى يكون عجبكم وتكونوا استفدتم من الطريقه. لو انت بقى وصلت معايا لحد النقطه دي من الفيديو ولسه اول مره بتشوفيني، طبعا نورتيني وشرفتيني واسعدني مرورك الجميل. ما تنسيش بقى تحط لايك للفيديو ده فضلا منك وليس امرا، وتشتركي معايا في القناه لو لسه مش مشتركه. وطبعا بشكر الجميله اللي كملت معايا الفيديو للنهايه. ان شاء الله يا بنات نتقابل على خير في فيديوهات تانية كتير. اسيبكم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.